في مقولة معروفة ان باب النجار مخلع. تعالوا قبل ما نخش ليه سبب المقولة دي بقولها، اول حاجة اسلم عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. وتاني حاجة لازم نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا اقول لكم ليه انا قلت المقولة دي في اول الفيديو. معروفة ان دايما بيقولك باب النجار مخلع، ان اللي بيبقى في البيت ده لو واحد بيبقى ليه عنده صنعة او حاجة، فلازم الحاجة دي بتبقى عنده بايظة في البيت ومهمل فيها. فالمهم انا لقيت فعلا عندي حبة حاجات كده في البيت، وانا بطبق بقى الدواليب عندي. فطبعا المشكلة دي مش عندي انا بس، اكتشفت ان هي عند ناس كتير جدا. مش باب النجار مخلع، لا، المشكلة انا هتكلم فيها النهاردة ان البناطيل الجينز او الجبردين ان هي بتبقى سليمة وبتبدأ تتآكل من عند الحجر. فتعالوا النهارده ان شاء الله بفكرة بسيطة وسهلة. لو المشكلة دي هتبقى نفس اللي عندي هنا اللي انا هعملها النهاردة، هتبقى سهلة جدا، وهوريك ازاي حضرتك فكرة ازاي تعرفي تعمليها وازاي تعرفي تنفذيها. بس قبل اي حاجة لازم تصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالي بقى كده نخش في الفيديو على طول. بس هستأذنكم ثانية، بس هوقف الفيديو وارجع تاني اظبط بس المكنة بالخيط وكل حاجة، وارجع اوريكم المشكلة اللي عندي ممكن تبقى عندك. تعالوا بقى بصوا معايا كده في البنطلون ده. شايفين البنطلون ده اهو متاكل من جنب والجنب التاني لا. طبعا في ناس كتير يقولوا طب ما احنا عارفين الفكره دي وازاي بنعرف نعملها. اقول لكم ايوه طبعا في ناس بتبقى عارفاها، بس في عيب بيظهر لكم بعد ما بتصلحوا البنطلون. انتوا ما بتبقوش عارفين العيب اصلا منين، بس اللي قاعد وعمل لكم المكنه عمل لكم البنطلون وصلحه لكم بيبقى عارف العيب ده ظهر من ايه، بس ما بيقولكوش، هو بيصلح لكم البنطلون وخلاص. فتعالوا بقى انا هقول لكم لو عملتوا البنطلون دوت بنفس الفكره اللي هم بيعملوا بيها ايه العيب اللي بيظهر فيه. بس احنا النهارده هنتفادى العيب دوت اللي هم بيعملوا بيه، وهنطلعه زي ما هو ما فيهوش اي حاجه تاني. بس انا استاذنكم ان انا هفك الحجر بتاعي من هنا لغايه هنا، وبعد كده هرجع لكم تاني عشان خاطر ما ياخدش معايا وقت. بص هنا بعد ما فكيت الخياطه اللي هي الخارجيه اللي هي الشيمه والعرض الرجل اللي هي زي دي الغرز اللي بره، ماشي، فكيتها من هنا لهنا. وفكيت برضو معايا الحجر، حته من الحجر اهو زي ما انتوا شايفين كده. هبدا هعمل ايه بقى معايا. طبعا انتوا لو اديتوا البنطلون ده لاي حد بره، اول حاجه بيقول لكم ان احنا ايه هنيجي من الجنب دوت هنفتح من هنا لهنا، وهندخل الجنب ده جوه هنا كده شويه، وهنرجع تاني نعمل عليه الخياطه من بره وكده خلاص البنطلون ما فيهوش حاجه. لا يا جماعه، لو رحتوا عند حد وقال لكم اعملوا كده ما تسمعوش كلامه. ليه بقى؟ لان كنتوا كده بتحركوا الحجر ده من مكانه هنا بتدخلوه هنا، هيجي وهو لابسه لا اما هيضايقه لا اما شكله من ورا هيبقى مش حلو. وطالما الحجر اتحرك من مكانه فبيضايق الواحد في اللبس. طب انت هتقولي طب احنا هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. فكره بسيطه خالص وما فيهاش اي حاجه. نفس المقدار اللي انا هاخده من هنا لازم ناخده من هنا عشان الحجر يفضل عندي ثابت في مكانه. هتقولي طب ما انت كده البنطلون ممكن لو البنطلون ضيق شويه البنطلون مظبوط عليه كده هيضيق. هقول لكم لا مش هيضيق، يعني اللي انتوا شايفين مش للدرجه اللي انتوا واصله لكم، لا ده هتبقى حاجه بسيطه يعني. فبصوا نفس المقدار اللي احنا هناخده من هنا هو هناخده من هنا. هنيجي من هنا كده هنبص اهو، خليكم على الطبيعه كده. هبدا اقلب معايا البنطلون كده اهو كده، ماشي. وهبدا من عند الحجر من تحت هنا. هتقولي طب ليه ما نبداش من فوق؟ لا هنبدا من تحت من هنا، من هنا كده اهو. وهنشوف المسافه اللي احنا عايزينها قد ايه اهو كده اهو كده. هنشوف المسافة اللي احنا هناخدها قد ايه. بصوا هو سنتي، سنتي واحد يا جماعة، سنتي اللي احنا ناخده. اول حاجة احط كده تحت المكنة واقول بسم الله، هشغل المكنة معايا. وخلي بالكم قبل ما تشغلوا المكنة لازم تكونوا متأكدين ان المكنة ان الابرة اللي محطوطة في المكنة تبقى سن رفيع مش سن عريض يا جماعة، سن رفيع مش سن عريض كده. اقول بسم الله. بصي بقى تاخدي نفس الحردة بتاعت الدوران، يعني هو الحجر من تحت بيبقى جايب دوران مش طالع خط مستقيم. هوريك ازاي بعد ما اطلعها من تحت المكنه.
بصي شايفه دي كده اهو، معلش، شايفه دي كده انا طالعه بنفسيها برضو اهي، شايفين اهي. هنقلب كده بقى البنطلون اهو، البنطلون من ورا اهي دخلت ومفيش اي حاجه، والحجر فضل زي ما هو مفيهوش اي حاجه. تعالوا اقول لكم بقى هنكمل الخطوات ازاي، بقيه الخطوات. وبصوا انا طلعت على مفيش يا جماعه، طلعت على مفيش عشان خاطر الطلعه على مفيش دي بتخلي معايا مفيش ولا بنسه باينه ولا في اي حاجه باينه في الحجر اهو. بصوا شايفين سليم خالص. هاجي بقى هنا كده هبدا اقص معايا الحته اللي هي الزياده دي كده اهي كده، وهرجع البنطلون زي ما كان. هبدا بقى احط معايا الشريطه دي كانت محطوطه في الحجر بتاع البنطلون اهو كده، واخيط بيها اخيط بيها على المكنه كده كده اهو كده. اشيل بس الحته اللي هي الزياده تحت دي كده كده اهو. خلي بس بالي من تحت عشان ما تسقطش من تحت كده كده. يعني دي اصلا بتبقى مكنه شريط هو اللي بيشتغل في الحاجات دي، فبتبقى التقفيل في التصنيع بيبقى سهل جدا يعني مفيهوش اي مشكله. بس كده. طبعا دي فايدتها ايه بقى يا جماعه؟ الحته اللي هم حاطين دي فايدتها ايه؟ ان هم لما هيجوا ينيموا الخياطه دي كده وييجوا يعملوا الشيمه والعرض الرجل من بره، دي بتبقى متينه شويه، مخليه فيه سمك شويه في القماشه عشان خاطر المكنه وهي شغاله ايه. بصوا بقى هعمل برضو الشيمه والعرض الرجل تاني عشان يرجع ايه مفيهوش اي حاجه. اعمل جنبيها بقى ايه الخط التاني اهو. بصوا يا جماعه اهو رجع سليم ما فيهوش اي حاجه اهو، شايفين ما فيهوش اي حاجه. ونبدا بقى نعمل كده ونقفل معانا الحجر. هتقولي طب ما انتي خدتي من هنا سنتي ومن هنا سنتي فالحجر ده، فدي مش هتيجي على دي صح؟ في حد هيطلع يقول لي كده. هقول لك هتعملي بقى هنا، شايفه الفتحه اللي انا فاتحاها دي هتكبريها شويه، هتيجي تفتحي من هنا وتفتحي من هنا. ليه؟ السنتي ده هيبقى تشريب، هتشربي من هنا سنتي ومن هنا سنتي، وهتيجي تقفلي هتلاقي معاكي مقفول تمام ما فيهوش اي حاجه. فانا هستاذنك كده هقفل الفيديو ثانيه، افك من هنا لهنا وافك من هنا لهنا وارجع اقفله معاكي برضو عشان يبقى ايه كله قدام حضراتكم. بصوا وانا بفك البنطلون فيعني وانا بفكه، المكنه دي مكنه اسمها مكنه سلسله، فناس كتير لما بيجوا بيفكوها بالقصافه بتضايقهم. فتعالوا انا اقول لكم على طريقه فكها بتبقى سهله جدا ويبقى ليها طريقه. الخيطه دي بيبقى ليها بدايه ونهايه. ازاي بدايه ونهايه؟ هي بتتحط كده، شايفين كده بيتحط كده عدلتها، يعني كده بيبقى بدايتها وهنا بتبقى نهايتها. فانا باجي عند الحته اخر الحته اللي انا هفكها مثلا هنا واروح عامله كده، افك غرزه كده
واطلع الغرزه من هنا. شايفين؟ اجي من هنا بصوا ادي السلسله اهي يا جماعه، السلسله اهي مطرح ما انا فكيت كده اهو. شايفين اهو؟ شايفين؟ اللهم بارك، بتكر على طول ما فيهاش اي حاجه اهي. دي اللي هي السلسله او الابرتين او الاورليه، هي دي طريقه فكها واحده يا جماعه. بس كده. وفك بقى دي كده معايا الاوفر. بس انت لو مبتدئه ما تفكيش بالاوفر بالفك اللي انا هفكه ده، عشان انا في صوت كده وانا بفك كده، في صوت لو سمعته بعرف ان انا اللي بعديها لو شديت القماشه هتتقطع، ممكن انت ما تاخديش بالك منه. فانت فكي بالقصافه احسن، ما تفكيش بالطريقه اللي انا بفك بيها دي. بس كده خلاص. اجي بقى اعمل ايه بقى هنا اهو. بص انا كده، بص فكيت قد ايه من هنا، فالسنتي هشربه هنا والسنتي هشربه هنا، واكيد البنطلون ما اتعملش فيه اي حاجه خالص. بسم الله كده. هجيب بقى اهم حاجه عندي الحجر على الحجر. شايفين دي الحجر الامامي مع الخلفي اهو كده، عشان الرجل بتاعتي والحجر بتاعي ما يتوهش اهو. اهو اجيب عند الحجر اعمل فرماتوره كده كتير اهو. هجيب الجنب التاني اهو كده كده اهو اهو. والله يا جماعه سهل جدا بسيط مفيش اي حاجه اهو. بس كده اهو. وادي البنطلون معايا رجع احسن من الاول او زي الاول اهو، والحجر بتاعه ما اتلوحش ومظبوط معايا اهو. وبصوا الامام مع الخلف، معلش يا جماعه بصوا الامام اه، الامام مع الخلف الاتنين مع بعض اهو. بصوا والحجر ما اتلوحش ما اتحدفش في حته اهو، عشان لو رحت عند حد عمل لك البنطلون وجيتي بعد كده لبستيه ولقيتي فيه العيب ده، تعرفي ان هي عملته زي ما انا قلت، ان هي خدت من الجنب الواحد اللي هو البايظ، ما خدتش من الجنبين. مفروض يا جماعه هتروحوا تصلحوا حاجه لازم تكونوا عارفين الحاجه اللي هتصلحوها دي بتتصلح ازاي. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده كان خفيف ولذيذ وحلو، واستنوا مني فيديوهات كتير جدا، لان انا خلاص بقى ايه جردنا الدواليب، والهدوم اللي احنا عايزينها حطيناها، والهدوم اللي احنا مش عايزينها ركناها. هنعمل منها اعاده تدوير كتير جدا، واكيد الناس حضراتكم عندكم حاجات شبه الحاجات ديت. وان شاء الله اقدر افيدكم بعد ربنا سبحانه الله وتعالى. ما تنسوش بقى لو الفيديوهات بتاعتي عجبتكم ما تستخسروش فيا مشاركة عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا الجرس وتشاروا الفيديو عشان الفكرة بس ما تقفش عندكم وناس كتير تستفاد منها، لانكم انتوا شايفين الظروف اللي احنا بنمر بيها عاملة ازاي، وناس كتير جدا يعني يعني بتبقى عايزة اي حاجة عشان تمشي بيها امورها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.